ارهقك بالاسئله شويه، معلش استحملنا يعني. دايما في حاجه شائعه ناس كتير بدات الفتره اللي فاتت اتكلمنا عليها، يعني دايما كنا نسمع عن موضوع قرحه المعده، التهابات المعده، الحاجات دي كلها. بس دلوقتي في ناس تقول لك انا بحس بماده يعني ايه حرقان جامد جدا في صدره، حاسس ان يعني العصاره بتاعت المعده طالعه في بقه كده، اللي هي موضوع ارتجاع المريء ده. كنا عايزين نعرف القصه بتاعت ارتجاع المريء دي، اسبابها بتحصل ازاي؟ حضرتك ازاي اصلا بنعرف ان العيان ما بيبقاش عارف اصلا ان عنده ارتجاع مريء؟ تمام. طبعا ارتجاع المريء من اشهر الامراض اللي بتقابلنا من امراض الجهاز الهضمي يعني. تمام. يعني التهابات المعده والتهابات الاثنى عشر وقرح المعده ايوه دي بنقابلها كتير يعني، متداوله كتير. لكن عيان بتاع الارتجاع ومريض الارتجاع المريء ده ليه يعني ايه طبع خاص وسيناريو مختلف شويه عن المرضى اللي هم بتوع التهاب المعده والتهاب الاثنى عشر. تمام. لان العيان ده من كتر الشكوى بتاعته بتبقى يعني شكوى باطنيه، بيبقى اعراض في الجهاز الهضمي زي انت ما قلت كده، الحرقان والحموضه وكده. ممكن الشكوى بتاعته تخلي الدكتور او تخلي العيان يفكر في حاجه تانية خالص، اللي هي الشكوى بره الجهاز الهضمي. ممكن بقى الحاجات اللي ضيق في التنفس، الكحه، الشرقه. ساعات يقول لك انا حاسس ان عندي نغزه، فيروح لدكتور قلب. ايوه، ما انا بقول لك القصه كلها يعني. حتى في الانجليزي حضرتك عارف بيقول عليها هارت بيرن. هو المعتاد يعني ارتجاع المريء معروفه كده اللي هو الحموضه والحرقان. تمام. لكن الشكوى بتاعت المريض اوقات بتكون اكتر من كده شويه، او مختلفه عن موضوع الحرقان او الحموضه بتاعت المعده. تمام. بيبقى ممكن الم في الصدر، نهجان، كرشه نفس، يعني تلاقي العيان يقول لك عندي شرقه، تمام، في كحه بتجيلي، بنحس كده في الحلق كده، في حاجه في الحلق والتهابات في الحلق، او تحس في ساعات كده ان العين يقول لي في كوره كده او في كتله كده بتتحرك في الحلق بتاعي. تمام كده. الخنقه بالليل، يقوم على شرقه وكحه، كل ده طبعا من اعراض الارتجاع المريء ده. بل الموضوع يتطرق للموضوع بدل ما يكون برضو التهاب في الحنجره مثلا او الم في الحنجره العيان بيحس، ممكن الموضوع يؤدي الى التهابات في الاذن الوسطى. تخيل من يعني من المعده توصل لحد ايوه، ما بقول لك من الارتجاع الحمض بتاع المعده هنعرفه دلوقتي. تمام. الموضوع يعمل التهاب في الحنجره والحلق، ممكن الموضوع يعمل التهابات في الاذن الوسطى. ده بل الموضوع يتطرق مشاكل الاسنان، يعني مشاكل الاسنان برضو بيخش فيها موضوع الارتجاع المريء. فهو الموضوع ده العيان بتاع الارتجاع ده بيجي لك كده معاه كيسه علاجات. تمام كده، لانه بتلاقي اخد علاجات انف واذن، علاجات بقى على كام دكتور في السكه وفي طبعا لانه هو ما اتشخصش لسه بالظبط لحد دلوقتي، ما وصلناش ان السبب يعني اللي مؤدي لكل الكوارث دي هو بالظبط كده. هو العيان تلاقيه ممكن يحس بالليل كده، يقوم على خنقه وشرقه، يقول ده في مشكله كده في ناحيه القلب. طب حضرتك بقى الموضوع ده